صباح النور. ان شاء الله اليوم رح نعمل بسكوت القرفة او الدارسين. كتير سهل وطيب. بتمنى تجربوا. المكونات سهلة كتير وان شاء الله تكون موجودة في كل بيت. رح نحتاج لكوبين طحين، 3/4 الكوب سكر، اصبع وربع زبدة اللي هي 125 جرام. رح نحتاج لمعلقتين صغار دارسين، قرفة مطحونة ناعم، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة، بيضة مخفوقة مع شوية فانيلا. هاي طبعا حسب الحاجة، يعني كل ما خلصت الكمية بنعملها للتغطية. يعني آخر شي رح نستخدمها اللي هي سكر وقرفة مطحونة أو دارسين. أول شي طبعا بننخل الطحين مع البيكنج باودر والقرفة المطحونة ورشة الملح، بننخلهم مع بعض. حبيت احكي لكم ملاحظة انه حاولوا استخدموا الكوب المعياري والمعالق المعيارية بهالوصفة، لانه فيها شوية دقة. يعني ضروري مكوناتنا تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني الزبدة تكون طرية بهالشكل، ما تكون متجمدة ولا تكون سايحة. اول شي هلا طبعا بنخفق الزبدة والسكر. بعد هيك بنضيف البيضة، نرجع بنخفق كتير منيح. هيك صار شكلهم. هلا بنفك الخفاقة وبنحط أداة العجن هاي. بنبلش نحط طحين بالتدريج وتعجن. وهي خلصناها للعجينة. هي هيك شكلها وهيك قوامها. هلا بنعملها هيك كرات قد حبة الجوز، وبنحطها بهذا التغطية. حاولوا قد ما تقدروا اعملوا احجامهم متساوية. بس تعملوها كرة، بس اضغطوا عليها بالشوكة بهالطريقة. هاي شكلنا كل العجينة، يعني هالكمية بتعملك تقريبا 40 حبة. بدخلهم على فرن على درجة حرارة 180 بالرف الوسط، طبعا شغال من فوق ومن تحت. بدهم من 10 ل 12 دقيقة. هاي خلصوا طلعناهم من الفرن. ما شاء الله الريحة كتير طالعة طيبة. ما شاء الله كتير مرتبين، الطعم كتير لذيذ. قرشتهم كمان كتيرة. لازم ادوق حبة تسمعوا الصوت عشان ضميري ما حدا يزعل. رح ادوق حبة بس عشان اسمعكم الصوت.